عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ قبل اي حاجة نسمي بالله ونصلي على الرسول. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهاردة اكلة عادية، يعني هنعمل فراخ وهنعمل رز بالشعرية وهنعمل ملوخية. نزلنا بحلة على النار، حطينا فيها مية، وهنحط بقى البهارات الصحيحة اللي هي ورق لوري، ليمون مجفف، وواحدة قرفة عيدان خشب يعني، وهنحط حبهان ونحط فلفل اسود حب. سيبنا المية تسخن شوية وهننزل عليها بالفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هنحط بقى الفراخ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. هنغطي بقى الحلة. نسيب بقى الفراخ تستوي. هنا خلاص الفراخ كانت قربت ان هي يعني خلاص قربت تغلي، فانا بحب احط عليها رشة كده من جوز الطيب. بصراحة بتخلي ريحة الفراخ حلوة، وبتديها برضو ايه نكهة حلوة كده. رشة بسيطة يا جماعة، مش كتير، عشان ايه ما تمررش. ننزل بقى بحلة تانية على النار، نحط فيها بقى كده معلقة سمنة حلوة. نحط حبة سمنة كده حلوين علشان نعمل الرز. نسيح السمنة الأول شوية كده، نحاول ان احنا نسيح السمنة، ايوه. وبعد كده هننزل عليها بشوية شعرية، يعني حوالي كوباية شعرية كده يعني، او زي ما تحبوا انكم تحطوا شعرية عادي يعني. هنقلب بقى الشعرية لحد ما تاخد لون، نفضل نقلب فيها لحد ما تاخد لون، ونحاول نجيب من الاطراف علشان خاطر ايه ما تتحرقش من الاطراف، وتبقى ايدينا فيها على طول. هنا خلاص الفراخ كانت استوت يا جماعة. نغطي عليها بقى. نقلب الشعرية. هنا الشعرية كانت خلاص قربت ان هي تاخد لون. صلى على الرسول يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. ما تنسوش يا جماعة تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وياريت اللي ما اشتركش في القناة يشترك يا جماعة، فضلا وليس أمرا. نقلب الشعرية كويس كده. خلاص الشعرية معانا بقى أخدت لون كده، لونها حلو قوي. ننزل بقى عليها بالرز. احنا غاسلين كوبايتين رز، غسلهم كويس قوي ومصفياهم. ننزل بقى بالرز بالشكل ده. اتمنى يا جماعه من كل قلبي ان فيديوهاتي تكون بتعجبكم وتنال اعجابكم، وياريت تشجعوني بلايك حلو كده. نزلنا بقى بالرز اللي احنا غسلناه كله، شوحناه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا مش هحط مرقه دجاج ولا اي حاجه، لان انا الشوربه عندي مظبطاها ملح وكل حاجه. طبعا شوربه فراخ مش هنحتاج ان احنا نحط مرقه دجاج. حطيت بس حبه بسيطه من الملح، لان انا مش بخلي الشوربه تبقى حادقه قوي. نشوح بس سنه كده عشان خاطر الملح اللي احنا حطيناه. وبعد كده هننزل بالشوربه على الرز. نحط كميه الشوربه اللي احنا محتاجين نحطها، يعني بتبقى الشوربه عاليه عن الرز بحوالي سنتي كده. ما بنكترش شوربه قوي علشان الرز ما يعجنش مننا. وهي بصراحة بتفرق في الرز، يعني بتفرق في نوع الرز. ممكن الرز ياخد شوربة كتير، وفي رز ما ياخدش شوربة كتير، وفي رز ياخد سمنة كتيرة قوي قوي، وفي رز ما ياخدش سمنة خالص يعني. انا كده هحط حبة شوربة كمان، وهشوف بقى الملح
لو محتاجين ملح هنحط ملح، نحط له سنه صغيره خالص من الملح، ان انا حسيت ان هو عايز ملح وانا كمان زودت حبه شوربه، فلازم نحط سنه صغيره ملح بالشكل ده. نقلبه بقى ونغطي عليه ونسيبه يستوي، ونهدي بقى النار عليه خالص ويطيب براحته. وتعالوا بقى قبل ما الرز يستوي نعمل مع بعض حبة ملوخية ناشفة. الملوخية بصراحة بتبقى حلوة. بنحط حبة طماطم كده، دول حبايتين او 3 طماطم عاملاهم في الخلاط، نزلت بيهم في الحلة واحط عليهم مكعب مرق. هسيبهم بقى كده ايه، هقلبهم واسيبهم 5. انا كنت بقولك يعني هنسيبهم 5 دقايق بس كده، حبة صغيرة يغلوا بس بالشكل ده. سيبناهم غلوا وننزل بقى عليهم بالشوربة، ننزل بالشوربة اللي احنا هنحطها الكمية اللي احنا عايزينها يعني. طبعا عاملة حبة صغيرة ان احنا مش كتار، انا وابني وبنتي بس، وولاد صغيرين وانا ماليش فيها قوي، فبنعمل حبة صغيرة كده. الشوربة غلت بالشكل ده، ننزل بقى بالملوخية، نقلبها كده لحد ايه ما كلها تتعمل في الشوربة. شايفين الملوخية شكلها اخضر وحلو ازاي يا جماعة؟ الملوخية احنا بننشفها بايدينا، بتتعمل في الظل يعني، بنخليها في الشمس حاجة بسيطة، وبعد كده ايه بنحشها. ما بتقعدش في الشمس تقريبا نص ساعة، بس هي بتنشف في الظل، فعشان كده تلاقي الملوخية شكلها اخضر، مش سمرة كده، مش مسمرة شوية. هنحط بقى حبة سمنة في طاسة وننزل فيهم بمعلقة توم مفروم، نحمر بقى التوم عشان نعمل الطشة بتاع الملوخية. هننزل بقى على التوم ده بحبة كزبرة حلوين. لازم طبعا نحط كزبرة للتوم بتاع الملوخية، بيديها ريحة حلوة ويبقى طعمها حلو برضو. نحط حبة بس كده، تمام. نشوح بقى الكزبرة مع التوم، كده احنا شوحنا التوم كويس. نسيبه بس حبة صغيرة يحس ان هو خلاص هياخد لون كده، يعني يصفر شوية كمان عن كده، وايه وهننزل بيه على الملوخية كده بقى كويس. كده تمام يا جماعة، كده حلو قوي. ننزل بقى بالثوم على الملوخية، زي ما انتوا شايفين كده. شايفين شكل الثوم حلو ازاي، والملوخية كانت ريحتها تحفة بصراحة، وطعمها كان حلو قوي. طبعا لازما يعني ان احنا نحط حبة ملوخية في الطاسة، دي حاجة احنا متعودين عليها يعني. كده بقى تمام. نحمر بقى مع بعض الفراخ. نحط بقى الطاسة على النار فيها الزيت اللي احنا بنحمر فيها الفراخ، ننزل بقى بالفراخ. اتمنى ان يكون وصفاتي بتعجبكم، وان شاء الله باذن الله هنعمل مع بعض حاجات حلوة هتعجبكم. هنا الفراخ كانت خلاص اتحمرت، هطلعها بقى من الزيت.
ودي كانت لسه فيها حتة ما اتحمرتش، هنقلبها كده عشان تتشوح تبقى حلوة. اقفي بقى. هنا كان الرز خلاص استوى. شايفين يا جماعة الرز مش معجن، الرز مفلفل وطعمه حلو قوي. كده تمام. نغطي بقى عليه ونسيبه لحد ما نغرف الاكل. وهنا يا جماعة بعد ما خلصت كل حاجة، شايفين الملوخية شكلها حلو ازاي وطعمها تحفة. طبعا الناس كلها بتحب ان هي تحط الملوخية على الرز وتاكلها كده، مفيش حد ما بيعملش الحركة دي يا جماعة. الرز ما شاء الله مفلفل والفراخ شكلها